انا هسيب الشغل، اسلم الشغل وانا هروح اصلي معاك من غير ما كل بني ادم صغير كبير حتى يحب ان يكون شيئا مذكورا. انا بس بسلم على الناس اللي منوره وانا شفت وشك منور كده، ايه الجمال ده؟ انت شغال في شركه الكهرباء ولا ايه؟ ايه النور اللي على وشك ده؟ انت كده دفعت للاخره، مش اشتريت الاخره بعرض من الدنيا. عارفين ان مفيش كلمه بقولها عن ربنا في اي رحله من رحلات الدعوه الا باذن من الله نفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وجي عند الدعوة وداعيا إلى الله بإذنه. فخلي بالك، عشان أقول كلمة أنا ساعات أعمل فيديو ألاقي نفسي فجأة بتكلم كلام جميل أوي، وساعات ألاقي نفسي مش عارف أقول ولا كلمة. فما ينفعش تتكلم على لسان مسؤول في الدولة إلا لما يديك تفويض. ما ينفعش تبقى مثلا مندوب عن رئيس، وزير، امير، ملك الا وهو مديك تفويض، انت السفير بتاعه، فازاي تتكلم على لسانه وهو ما يعرفش؟ فكذلك عمرك ما تعرف تتكلم عن ربنا الا وهو اذن لك بذلك. فيا رب اذن لي باني اتكلم عنك. في كتاب جميل قوي كنت قريته زمان اسمه كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس. وصاحبه ده رغم انه بيكسب اصدقاء كتير بس الظاهر ما كانش بيعملها للدين، كان بيعملها للدنيا، فمات منتحر. كان اسمه ديل كارنيجي لو انا يعني المعلومات عندي صح. وقال حاجه جميله قوي استفدت فيها واستخدمتها في الدعوه عشان اكسب الناس لطريق ربنا واعرف ادخله الجامع. قال ان كل الناس تحب، كل بني ادم صغير كبير حتى يحب ان يكون شيئا مذكورا، يعني يحب الناس تجيب سيرته وتقول عليه جميل. يعني مثلا لو رحت للاستاذ بتاعك في المدرسه ولا للدكتور بتاعك في الجامعه وقلت له: يا دكتور انت احسن دكتور بفهم منه، يا انا برتاح لك جدا جدا وما شاء الله شرحك جميل، وهو ممكن مش احسن حاجه، هيقول لك شبيك لبك اللي انت عايزه. طب ايه اللي انت مش فاهمه؟ انا بقى بستخدم الطريقه دي للدعوه. ممكن الاقي واحد بعيد عن ربنا خالص، مخاصم ربنا، ما دخلش بيت ربنا بقاله سنه، اصالحه ازاي على ربنا؟ والكذب متاح في الصلح بين المتخاصمين، ما بالك بقى لو عايز تصالح واحد على ربنا؟ خليك ناصح. ازيك، عامل ايه؟ يا سلام، انا بس بسلم على الناس اللي منوره وانا شفت وشك منور كده، ايه الجمال ده؟ انت شغال في شركه الكهرباء ولا ايه؟ ايه النور اللي على وشك ده؟ يقول لك: بجد والله انا اصلا قلبي طيب والله. مره رحت لواحد شغال، كنا في وسط البلد كده في حته فيها ديسكوهات وبتاع، مش فاكر فين يعني، في بلد من البلاد. فبقول له: ده انت ما شاء الله وشك منور. قال لي: انا اصلا مش عارف من السيده زينب، كان في مصر يعني، في مكان في مصر. قلت له: طب ما كويس وبتصلي؟ قال لي: هصلي ازاي انت شايف المكان كله مش عارف ايه. قلت له: طب انت اصلا اصلك منين؟ قال لي: اصلي كذا وبتقرا قران. قال لي: ده انا حافظ مش عارف 5 اجزاء. يا على الجمال، يا والله العظيم. في نفس اللحظه من كتر ما هو قاعد، هو اللي نفسه بعد شويه فكر نفسه بقربه لربنا. قال لي: طب انا هسيب الشغل، اسلم الشغل وانا هروح اصلي معاك، من غير ما انا اقول له تعالى صلي. وبعد كده عرفت بعدها بفتره انه ساب الشغل خالص. فمهم انك انت تكسب الناس زي ما بنكسبهم، زي ما واحد يروح بهديه. انا ساعات احاول اكسب ناس من اهل الدنيا بس مش للدنيا، اصل احنا بنعملها للدنيا. اروح مثلا لظابط عشان يخلص لي ورقه في المرور ولا حاجه، فاتصاحب عليه، اجيب له هديه، مش عارف اخدمه في خدمه، اقول قدم السبت تلاقي الحد. لا، انا اعمل نفس الكلام ده للاخره، اتصاحب عليه عشان اقول له: انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فانت ربنا حطك في مكانة كبيرة وتقدر تساعد الناس وتخلص اوراقهم وتخلص مصالحهم. طب ما تعملها كده وشوف ربنا هيديك اجر قد ايه. وحضرتك عارف يعني والدك وجدك وكل اهلك من الاحياء والاموات وذريتك ليوم الدين، دي تبقى صدقة جارية لما تيسر لواحد حاجة. انت عارف ان النبي قال كده: من مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي حديث تاني: من مشى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى كان له خيرا من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. لما سيدنا ابن عباس كان مرة واحد بيتحايل عليه كده يروح يخلص له مصلحة، فواحد بيقول لسيدنا ابن عباس: انت هتطلع من الجامع، انت مش عارف ان انت معتكف؟ قال له: اني سمعت صاحب هذا القبر، قبر النبي يعني، والعهد به قريب، يعني قريب هنتقابل، يقول ايه بقى؟ النبي قال ايه؟ من مشى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. والله مرة قلتها لرئيس يعني تقريبا عميد أو لواء في السجل المدني، كانت واحدة ست غلبانة ومحتاجة تخلص ورقة، ومش عارف بنتها في المستشفى ولازم تطلع شهادة ميلاد عشان مش عارف تعمل قرار، ولازم البنت تيجي بنفسها، والبنت محجوزة في المستشفى وهو عايز يشوف البنت. فبقول له كده وبقول له: يعني حضرتك شوف لما تعمل خير وما شاء الله حضرتك معروف عنك انك دايما بتعمل خير،
قال لي ربنا يبارك فيك، وانا جاي اشكر حضرتك على الخير اللي بتعمله دايما مع الناس. قال لي ربنا يبارك في حضرتك. طب اي خدمه؟ قلت له ابدا انا جاي اشكر حضرتك بس. طب حضرتك مش عايز اي خدمه؟ بعد ما سلمت عليه وعرفته بنفسي قلت لكم ان السنه انك تقول اسمك. قال لي ولا اي حاجه، تأمرني باي حاجه؟ قلت له متشكر، انا نفسي مش عايز اي حاجه. فانا بس وانا ماشي فلقيت واحده بتعيط على باب السجل المدني تحت، فبسالها مالك يا امي؟ قالت لي ان بنتها محجوزه في المستشفى وعايزه تعمل شهاده ميلاد بس هي نفسها، فحضرتك لو تقدر تعملها لها باستثناء من سيادتك اذا كان قانوني يعني وينفع. قال لي مفيش مشكله، انت تعرفها؟ قلت له تحت. قال لي طب خلاص قول لها تطلع. طلع وسالها كام سؤال كده، قال لا خلاص هعملها لك، اطلعي في شباك مش عارف كذا. قلت له طب يا فندم انت شايف سنها كبير، لو ممكن نسهلها عليها شويه. فقال لا طب خلاص يا محمد، نادى العسكري اللي عنده، اعملها لي على المكنه اللي عندي الخاصه بتاعت المكتب، تطلع دلوقتي او اطلع فوق مش عارف كذا، هاتها من عند فلان، تدفع بس الرسوم. قلت له دي ست غلبانه، انا هدفع لها يا سيدي من معايا كام يعني 50 جنيه 100 جنيه. قال لي واشمعنى انت تاخد الثواب؟ انا هعمل لها نسخه انا كمان. قلت له طب اعمل لي انا نسخه بقى عشان عايز ورق انا كمان. القصد ما تستخدمش نصاحة الدنيا في انك تخلص للدنيا، خلص للآخرة. يقوم صاحب الأمر اللي انت عملت عشانه حاجة للآخرة يسخر لك الناس كلها لخدمتك بدون ما تطلب. خليك ناصح واكسب آخرتك واوعى تبيع دنيتك. زمان لما كنت امشي مع واحد صاحبي داعي واحنا بنشتري مثلا خضار، اتكلم عن ربنا واقعد اقول له مين اللي خلق الخضار ده ومين اللي عمل الالوان دي ومين اللي خلق كده، يقول لي غلطان، بتتكلم ليه عن ربنا؟ ساعتها هيجي يقول لك عايز الخضار اللي ب5 جنيه، لا خده ببلاش عشانك يا مولانا، يبقى انت كده بعت كلام ربنا ب5 جنيه. انت اشتري الاول، ولما يقول لك 7 جنيه اديله 10 جنيه، قول له ال3 دول هديه لحضرتك او هديه لابنك الصغير، وبعد كده كلمه عن ربنا. يقول لك يا سلام، ده الناس بتوع ربنا دول ده ما فاصلش معايا واداني الفلوس واداني بزياده، وبعدين قال لي تعالى طب استنى انا هخلص البيعه دي، فاضل لي بس شويه الموز دول هخلصهم واجي اصلي معاك. هيقبل كلامك عن ربنا. انت كده دفعت للاخره، مش اشتريت الاخره بعرض من الدنيا. ال5 جنيه اللي دفعتهم بتوع الفاكهه مثلا، يعني ال2 جنيه ولا ال3 جنيه ولا ال5 جنيه الزياده اتحسبت فلوس في سبيل الله، لاني دافعها بهدف اني ادعوه بعد ما ادفعها. اعمل لله او اكسب الناس لله للدعوه، ساعتها الناس هتيجي هي اللي عايزه، لو انت عايز منهم حاجه يخدموك دنيا واخره. والله العظيم ما تقولش انا اعمل حاجه كويسه عشان الناس تخدمني، ابدا. تبقى زي ما ربنا بيقول ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا. فبلاش نعمل كده. شايف الاذان؟ دي الاقامه، هندخل نصلي المغرب. شايف الصوت الجميل؟ شايف احنا على بعد كام من مكه؟ احنا في جنوب تايلاند في ولايه يالا، في مسجد جامع الوسطى في جاله. وصل الدين هنا بالدعوه. كل واحد كان سبب في الدعوه هياخد اجر الصلاه اللي انا هصليها دلوقتي وكل ملايين الناس. فاي جنيه هتدفعه في الدعوه، ويا ريت لو حد يساعدني في رحله الدعوه دي، لان الفلوس اللي معايا خلصت وفاضل لي لسه مصاريف كتير ورحله تذكره وطياره. بهزر طبعا، مش بطلبها من حد، انا داخل اطلبها من ربنا. وربنا زي ما انت بتسخر عشان تخدم ناس، ربنا يسخر ناس عشان تخدمك. اعملها كده في بيتك، في اولادك، في شغلك، لو انت رئيس مصلحه ولا في مكان. يلا ان شاء الله نساعد الناس كلها وربنا يقدرنا نكون سبب في مساعدتهم.